كلما تعلق الأمر بمشاركة المنتخبات والفرق المغربية في الملتقيات الكروية المنظمة بالجزائر، كلما طرح المغرب شرط رحلة مباشرة عبر مسار جوي نحو الجزائر. وفي مسعاها الأخير المتعلق بمشاركة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة بالجزائر بداية من 29 أبريل القادم، تشبثت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بنفس شروطها المشروعة في رحلة مباشرة للمشاركة في بطولة إفريقيا المؤهلة للمونديال والتي تشرف عليها الفيفا. وحسب مصادر من الجامعة الملكية لكرة القدم، فإن اتصالات مكثفة جرت بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السيد جياني أنفانتينو وبين السيد فوزي لقجع من جهة والسيد موتسيبي رئيس الكاف للضغط لتحقيق شروط فوز لقجع المشروعة. وتجدر الإشارة إلى أن النظام الجزائري سبق له أن منع طائرة المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم من السفر مباشرة صوب قسنطينة للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة الشان الماضية. كما نستحضر رفض تنقل مباشر لوفد برلماني مغربي إلى الجزائر من أجل حضور أشغال الدور 17 للمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال بداية هذه السنة.